لسه لحد دلوقتي بتعملي السمك بطريقة زمان والدخنة والزيت اللي بيتحرق؟ طب تعالى انا اقولك على الطريقة التحفة دي. هيطلع السمك معاكي كريسبي وطعمه جميل جدا، والتتبيلة كمان. اما عن الرز بقى ما اقولكمش، حاجة خرافية جدا، هتحبوه قوي قوي مع السمك، احلى بكتير من الرز اللي بالبصل. تابعوني الفيديو ده هتشوفوا حاجات في منتهى الجمال ان شاء الله، واحلى سلطات ممكن نعملها مع السمك. يلا نبدأ الفيديو سريعا ونشوف احلى تتبيلة للسمك واحلى رز للسمك. تابعوني لاخر الفيديو ويلا بينا نبدأ ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. ازاي بقى تعرفي السمك البلطي ان انت جايباه طازه ولا لا؟ لما تفتحي الخياشيم بتاعته كده وتلاقي اللون بتاعه احمر بالمنظر اللي انت شايفينه ده، بيكون ما عداش عليه مرحله التجميد. يعني ايه؟ يعني لا اتجمد ولا اتفك بعد كده. تمام، يبقى كده السمك ده بيكون طازه بالشكل اللي انت شايفينه دي. ولما تجيبي كمان السمك البلطي، احلى حاجه لما تجيبي اللي هو الظهر بتاعها من فوق بتكون عريضه، ما تكونش رفيعه. يعني السمكه اللي بتكون كلها حجم واحد او رفع واحد من الظهر من فوق، لا دي ما تجيبهاش. جيبي اللي هي بتكون عريضه من فوق، بيبقى لحمها احلى بكتير، وكمان بيبقى لحمها اكتر. بصي بقى، احلى حاجه لما تجيبي السمك بتاعك قبل التتبيله خالص، هاتي كده كام ليمونه واعصريهم عليها بعد غسيل السمك بعد ما تنضفيه. ليه بقى؟ انت كده بتعملي عمليه تعقيم للسمك بتاعك، مكان التنظيف او مكان مسكه السمك، او الناس اللي هي بتنقي السمك الحاجات دي. فدي مرحله مهمه جدا. عقمي السمك بتاعك وحطي عليه ليمون لحد لما تجهزي التتبيله بتاعتك. ونجيب الثوم ونحطه في الهون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بحب قوي اعمل في الهون بصراحه. هنحط معلقه من الكمون والملح والفلفل الاسود، وكمان معلقه من تتبيله السمك. دي بتلاقيها في اي مكان عند اي عطار. وبس كده، وما تحطيش اي حاجه تانية. تمام كده. هبدا بقى ان انا افرم كله مع بعض بالشكل ده. خلصت كده، وهبتدي بقى اخد السمك بتاعنا واحط له التتبيله. ابتدي ان انا اضيف التتبيله في ظهر السمك زي ما انتم ما شايفين. ولازم نعمل الفتحات دي في السمك من فوق. ليه؟ لان بيكون اللحم بتاعها بيكون عريض، وعشان تستوي معايا كمان، وكمان علشان تاخد التتبيله اكتر. فالفتحه اللي من فوق دي مهمه جدا، صدقوني بتغير من طعم السمك تماما. بعد كده هبدا بقى اخد السمك المكرونه بتاعي واحط فيه كمان نفس التتبيله. وخلاص خلصنا السمك كله وتبلناه. اعصر عليه كمان بقيه الليمون اللي هو كان من فوق ده. كل ما تضيفي ليمون اكتر، كل ما بتكون التتبيله بتاعت السمك حلوه جدا. واوعي تضيفي خل. الخل بينشف اللحم بتاع السمك وبيخليه يقدد كده، بيبقى طعمه مش حلو خالص. ما تضيفيش خل خالص، هي التتبيله اللي احنا قلناها دي، ما فيش اكتر من كده. تعالي بقى لحد ما نتبل السمك بتاعنا يتبل. هبتدي ناخد جزرايه كده، وهقول لك على طريقه حلوه جدا جدا تعمليها مع الرز. بصي، جامده جامده مع السمك والله، زي ما بقول لكم كده. انا عملتها كذا مره مع السمك، طلعت حلوه قوي. احلى بكتير من الرز ان انت تعملي الرز اللي هو بالبصل ده، لا. بصي كده، هبتدي ان انا اخد جزرايه وقشرتها واحطها في الكبه، وبصلايه كمان واحطها في الكبه بالشكل ده. وابتدي ان انا افرمها. ممكن تعمليها في المبشره عادي، وممكن تعمليها في الكبه، مفيش اي مشكله. وهبتدي كده حله احط حبه كده من الزيت، واضيف معايا الجزر والبصلايه اللي احنا عملناها. بصوا، انا بفرمها نص فرمه، مش فرمه ناعمه قوي، يعني تبقى حاجه بسيطه جدا زي المبشور بالظبط. هديلها تقليبه والتانية لحد لما احس ان هي دبلت معايا واللون بتاعها ابتدى يتغير شويه. وهبتدي بعد كده نحط ايه؟ نحط الرز بتاعنا. بصوا بالشكل اللي شايفينه ده. احلى رز ممكن تعمليه مع السمك، رهيب رهيب. طعمه بيبقى جميل جدا. الرز كده تاكليه بدون اي حاجه والله. هديله تقليبه كده لحد لما الرز بتاعنا يتشوح كويس. تقليبة والتانية ما تستعجليش عليه. احنا عايزينه يتقلب كويس جدا علشان يبقى مفلفل كده، يبقى حلو. ونحط كمان الملح بتاعنا، واقلب التقليبة بتاعتي. وبعد كده هبتدي ان انا اضيف المية. بس كده خلاص، غطينا الرز بتاعنا بالمية. هسيبه بقى واغطيه واخليه لحد لما يتشرب معايا. احلى رز في الدنيا ممكن تعمليه. وبصي بقى، السلطات ما اقولكيش حاجة في منتهى الجمال. عملنا سلطة الطحينة والسلطة البلدي اللي هي المعروفة، وشوية جرجير كده في طبق. أما دلوقتي تعالي بقى نعمل الخلطة الخارجية للسمك، اللي ما يسمى بالتلحيسة. دي بتبقى بتدي طعم خطير جدا للسمك. تعالى أقول لكم الأول مكوناتها. هو كمون وكزبرة، وعندنا ملح وببريكة وكركم. تمام. هاخد كده في طبق كبير، وهضيف عندي كوباية من الدقيق،
وبعد كده هضيف عليها المكونات دي من التوابل. عايزه اقول لكم ان هي بصراحه بتدي طعم خطير جدا للسمك، وده اللي بيعملوه الناس دايما اللي هم بتوع محلات السمك قلي السمك بيعملوا بالطريقه دي، بتطلع بصراحه رهيبه جدا. هجهز معايا هنا ليمونتين هقطعهم نصين، وبعد كده هاجي هنا على الدقيق بتاعنا وهضيف الميه، بس مش هضيف ميه كتير، قليل يعني انا هضيف حبه حبه. هبتدي اقلب كده علشان انا مش عايزاها تبقى سايله ولا متماسكه قوي، عايزاها تبقى وسط. خلاص هقلبها بالشكل ده كويس جدا. احتاجت ميه ضفت لها ميه تانية، هوريكم واحده واحده احنا عايزين القوام بتاعها بيكون عامل ازاي. بعد كده هضيف معايا عصير الليمونتين اللي احنا قطعناهم، وبعد كده هضيف معايا معلقه كبيره من الخل، بس كده، واقلب المكونات كلها مع بعضها. بصوا بقى احنا عايزين القوام يبقى بالشكل ده. نسيبها جانبا كده، خلاص احنا خلصناها. ناخد في طبق تاني يكون مسطح، وهنبدأ نعمل فيه ايه، هنحط فيه كوباية من الدقيق، تمام كده، وعندي معلقتين من النشا، بس واقلبهم كلهم مع بعض بالشكل ده، بس كده خلاص. وكده نكون خلصنا المكونات كلها بتاعه التلحيسه اللي احنا هنعملها للسمك. اتمنى بقى لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونوش بلايك وكومنت كده تشجيع منكم. يلا بقى نجيب السمك بتاعنا، وهبتدي انزله على الدقيق بالشكل ده، هغلفه بالدقيق كله. بصوا كل حته في السمك هبتدي اغطيها بيها، اغطيها كلها بالدقيق، كل حته في السمك اغطيها كلها، حتى كمان الجزء الداخلي من السمك. بصوا كده الجزء ده برضه هنحط فيه دقيق، وما تقلقوش ابدا، كل ده يتنضف وكل ده يطلع، كل الزيادات كلها هتنزل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا اهم حاجه ان انا بغلفها كويس جدا، علشان عايزاها لما تدخل في التحمير كلها تبقى متحمره وتبقى حلوه. بصوا خلاص خلصتها. بصوا هنفضها بالشكل ده، انضف بقى كل الزيادات. بصوا كل الزياده كلها نزلت، شايفين؟ هاخدها بقى وانزل فيها في الخليط ده. بصوا بالشكل ده اقلبها كلها. اهم حاجه بصوا امسكها من عند الخياشيم كده عشان ما تبصمش معايا، يعني عشان السمكه كلها لما تيجي تتحمر ما يبقاش فيها حته مش واخده الخليط. بصوا حتى بحط كمان من جوه اهو بالشكل ده، وامسكها من عند الخياشيم، وبعد كده اخدها على طول وانزل بيها على الزيت زي ما هي كده. بصوا الزيت طبعا يكون سخن معايا وزيت غزير، وهنزل بيها على طول طبعا ان شاء الله، عشان السمكه حجمها كبير فحاسه ان هي طالعه شويه من الطاسه. هبدا بقى هاخد كمان السمكه التانية واغلفها بنفس الشكل ده. كمان عايزه اقول لك ان هي بصراحه الموضوع كله موضوع ان انا احطها في التلحيسه دي، هي فعلا بتدي طعم جميل جدا، بس صرف النظر عن الطعم الجميل انت في نفس الوقت بتحافظي على الزيت. لو عملتي كميه، يعني مثلا لما اجي عايزه اعمل كيلو سمك او 2 كيلو سمك، الزيت عندك مش هيتحرق سريعا زي الطريقه الاولانيه اللي هي بتاعت زمان، ان احنا نحط السمك في الدقيق وبعد كده نحطه في الزيت. لا الطريقه دي فعلا بتحرق الزيت سريعا سريعا، والسمك اللي انت بتقليه بعد كده يعني بعد الطاسه الاولى بيطلع يعني زي مسود كده، او بيطلع طعمه مش كويس. انما الطريقه دي بتحافظ على الزيت لحد اخر سمكه وانت بتحمريها، والزيت معاكي بيطلع نظيف. اكيد انت مش هتستخدمي طبعا زيت السمك تاني، بس عايزه اقولك لحد اخر قطعه من السمك الكميه اللي انت مهما تقليها لحد اخر هتطلع بنفس اللون وبنفس الطعم، فاهماني؟ فعشان كده بقولك هي فعلا الخليط ده حلو جدا، خليط التلحيسه ده فعلا حلو جدا في الموضوع السمك ده. بصوا انا عملت برضو السمكه التانية وحمرتها، وبرضو نفس الحال، برضو حاساها طالعه شويه. بصوا بقى انا عايزه اقولك على فكره جميله جدا تعمليها في السمك. والله انا اتخضيت منها انا قلت السمكه حيه ولا ايه؟ ما علينا نكمل. بصوا انا باخد السمكه كده وبدوس على ظهرها من فوق، بتبتدي انها تتفرد معايا. ليه بقى؟ بعد عمليه القليه بحس ان هي طعمها بيبقى يطلع كريسبي كده حلوه جدا، ده غير ان هي لحمها بيبقى طري قوي من جوه. يعني بصراحه الطريقه دي هتعجبكم قوي، لو عملتوها اعملي المكرونه بالطريقه دي، بالذات المكرونه بيكون حجمها متوسط بالشكل ده. وبعد ما خلصنا فردناهم كلهم نحطهم في طبق بالشكل ده على الدقيق، وهبتدي اقلبهم في الدقيق كلهم بالشكل ده، وبعد كده هاخدهم واروح على الخليط اللي احنا عملناه. بصوا هنزل كل واحدة بالشكل ده في الخليط، وهقلبهم كويس وانزلهم على الدقيق. ليه انا بديها الطبقتين دي؟ بتدي طبقة حلوة جدا، تبقى مقرمشة كده وجميلة قوي. هقلبه تقليبة بسيطة قوي في الدقيق، ويلا على طول هاخدهم على الزيت.
الطريقة دي بتخلّي السمك بالذات اللي هو بيكون حجمه صغير ده، بيطلع عليه طبقة كده حلوة جدًا. وبُصّوا كده الرز اللي إحنا عملناه ما شاء الله اللهم بارك، لونه جميل جدًا وشكله مبهج أوي، ده غير إن طعمه بيبقى خطير جدًا. بُصّوا كده شريحة الليمون وعملنا طبق شكله شيك جدًا. وكمان أهو السمك بتاعنا ما شاء الله لونهم حلو أوي. ده غير إن ما شاء الله يعني الطبقة اللي عليه دي مديّة بصراحة طعم جميل أوي. بُصّوا السمكة من جوّه ما شاء الله، شايفين crispy إزاي؟ حلو أوي. ونضبّط بقى الطبق بتاعنا ونحط عليه ديكور كده عشان يبقى شكله شيك. وما شاء الله السمكة الكبيرة بتاعتنا شايفين؟ والسلطات الجميلة، والطبق طلع في منتهى الشياكة، طعم السمك كان جميل جدًا، جدًا، والسلطات بصراحة عايزة أقول لكم في منتهى أتمنى إن الجمال. يكون الفيديو النهاردة عجبكم، وشكرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.